السلام عليكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في فيديو جديد. غادي نتكلموا فيه على كل ما قدمه لاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، بداية مع أشرف حكيمي مع فريقه باريس سان جيرمان، أمين حارس مع أولمبيك مارسيليا، ياسين بونو ويوسف النصيري مع إشبيليا الإسباني، أيوب الكعبي مع هاتاي سبور التركي، ريان مايي مع فريقه المجري، وأخيرا سفيان أمرابط مع فيورنتينا الإيطالي. كل هذا سوف نتطرق له بالتفاصيل. بداية نمشيو للدوري الفرنسي، وبالضبط لمباراة باريس سان جيرمان ضد لوريون، اللي عرف التواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي كأساسي، وقدم أشرف لقاء لا بأس به، ولكن غادي نركزوا على بعض النقط اللي كانت في اللقاء، أهمها الانفراد الصريح والواضح اللي ما عرفش صراحة علاش حكيمي ما بقاش كيسدد على المرمى مثل أيامه السابقة مع الانتر ميلان وكذلك بروسيا دورتموند. بعد ما طلب الكرة في العمق وكسر التسلل وانفرد بالحارس، فكر في الاسيست كثر ما فكر في الهدف. وقلتها سابقا انه اشرف مع باريس سان جيرمان فقد النزعه التهديفيه، وكانه غير مسموح له بالتسديد على مرمى الخصم او يحاول ويشوف كيفاش. تاخر بالكره رغم انه كان منفرد بالحارس، كان كيقلب على الزميل، ومن بعدها خرج الحارس وحاول يراوغ الحارس والمدافع، ومشات الكره عند الزميل اللي سددها مباشره دون تفكير. وهذا الشيء اللي كان المفروض حكيم يقوم به، ولكن كيبقى حكيمي من نقاط القوة هي الانطلاقات القوية في المرتدات، والسرعة الوصول هي لمنطقة الخصم، والتموقع وطلب الكرة في أقصى الجهة اليمنى في ظهر المدافعين، وكذلك المساندة الهجومية القوية. ولكن يعاب عليه انخفاض مستواه الهجومي والجرأة أمام المرمى في ظل وجود كوكبة من النجوم داخل النادي الباريسي. أشرف حكيمي لعب 90 دقيقة كاملة ولمس الكرة 74 مرة بمعدل تمريرات صحيحة وصل إلى 86.3%، أعطى 2 كرات مفتاحية وقام ب3 عرضيات صحيحة وخلق فرصة حقيقية للتسجيل، وتحصل بذلك على تنقيط 7.2 من موقع سوفا سكور الشهير بالإحصائيات. ونبقاو في الدوري الفرنسي، وهذه المرة في لقاء مارسيليا ضد ليون، وعرف اللقاء تواجد الدولي أمين حارس كأساسي رفقة فريقه مارسيليا، وقدم حارس لقاء متوسط رغم أنه كان متحرك وخلق فرص للتهديف، أبرزها اللقطة اللي طلب فيها الكرة في الجهة اليسرى ومرر عرضية تجاه المهاجم سانشيز، وكان كيتحرك في الجهة اليمنى واليسرى وكذلك يعود للدفاع ووسط، وذلك يتحول لمهاجم ثاني. وكانت قوة حارث في سرعته بالصعود بالكرة، ولكن للأسف كتبقى نقطة الضعف أو عادة سيئة عند أمين حارث هي الاحتفاظ بالكرة والإكثار من المراوغات اللي كتضيع على فريقه هجمات مرتدة ممكن تشكل خطورة، وكيخلي المنافس يرتكب عليها خطأ تكتيكي أو يرجع للدفاع ويسد الثغرات. شفنا شحال من لقطة حارث كيفضل يطلع بالكرة بوحدو عوض يمرر للزميل اللي كيكون خاوي. هادشي اللي كيوضح الإحصائيات المباراة: 0 تسديدة على المرمى، مراوغة واحدة ناجحة من أصل 4، لمس الكرة 53 مرة بنسبة 73.3% تمريرات ناجحة، وبذلك تحصل على ثاني أسوأ تنقيط في فريقه ب6.4 من موقع سوفا سكور، وخسر فريقه الديربي ب1-0. بالمناسبة بعد هذه المباراة كيكون أمين حارث رسميا انتقل لفريق أولمبيك مارسيليا بعد تفعيل خيار الشراء تلقائيا، لأنه لعب 15 مباراة مع فريقه الفرنسي. ونمشيو للدوري الإسباني، وبالضبط لمباراة نادي إشبيلية ضد ريال بيتيس، اللي عرف التواجد الحارس المنتخب ياسين بونو كأساسي رفقة ناديه إشبيلية، وبقاء يوسف النصيري على دكة البدلاء. قدم بونو لقاء ممتاز وقدر ينقذ فريقه من هدفين محققين، ولكن كيتحمل بونو مسؤولية الهدف الواحد لنادي بيتيس. وبالمجمل فالدفاع اشبيليه ما بقاش كيعطي داك الثقه للحارس بونو، وشفنا الدفاعات اشبيليه هشه وما بقاش عندهم داك الصلابه الدفاعيه. وقام بونو ب4 تصديات، 2 منهم من داخل مربع العمليات، ولمس الكره 34 مره بنسبه تمريرات ناجحه وصلت ل 81.5%، متحصلا بذلك على تنقيط 6.9 من موقع سوفا سكور. أما الزميل يوسف النصيري فدخل في الشوط الثاني بحدود دقيقة 50، قدم لقاء لا بأس به لأنه يلا رجع من الإصابة، وسدد على المرمى تسديدة مؤطرة و3 خارج المرمى، لمس 9 كرات وهذا رقم ضعيف
ضيع فرصة محققة متحصلا بذلك على تنقيط 6.7 من موقع سوفا سكور. ودابا نمشيو للدوري التركي وبالضبط مع لاعبنا أيوب الكعبي، حيث تمكن من تسجيل هدف بمجهود فردي بعد ما ضغط على الحارس وخلاه يغلط وانتزع منه الكرة ومشات عند الزميل اللي رجع عليه وتمكن من تسجيل الهدف. ويحسب لأيوب الكعبي الذكاء واللياقة البدنية والضغط اللي دار على الحارس رغم أن الكرة كانت ميتة، قدر يخلق لنفسه فرصة ويسجل. أيوب شفناه في هذا اللقاء كان كيلعب كجناح أيمن وساعد دفاعيا وكذلك كان متحركا، لمس الكرة 38 مرة بنسبة 69.6% تمريرات ناجحة، أعطى كرة مفتاحية واحدة وسدد على المرمى مرتين، واحدة منهم مؤطرة، وضيع فرصة مؤكدة، متحصلا بذلك على تنقيط 7.2 من موقع سوفا سكور. وتعادل فريقه ب3-3. أما في الدوري المجري كان الأخوين مايي أساسيا مع فريقهما، وتمكن ريان مايي من تسجيل هدفين، واحد منهم من ضربة جزاء نفذها بدقة والثاني من هجمة مركزة. شفنا كيفاش ريان ديبلاسا وسط الكاري وطلب الكرة وبدون حصرها تمكن من إرسالها للمرمى، كتوضح الحس الهجومي للمهاجم. واخيرا غادي نمشيو مع الكاسور ديالنا سفيان امرابط في الدوري الايطالي. شفنا سفيان امرابط يدخل في الشوط الثاني ولعب تقريبا 24 دقيقة، لمس الكرة 17 مرة، كل تمريراته كانت صحيحة، وتحصل بذلك على تنقيط 6.6 من موقع سوفا سكور. وفاز فريقه فيورنتينا 2-0 ضد سامدوريا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بلايك وكذلك الاشتراك بالقناة لدعم المحتوى، وكنتمنى تشاركونا بالآراء ديالكم على الأداء المغاربة قبل أيام من المونديال. نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.